السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ضوء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. النهاردة معاكم شقة عروسة جديدة من مدينة دمياط الجديدة. النهاردة شقة عروستنا في سكن مصر. حبيت ان انا اقول لكم المعلومة دي عشان لو حد بيدور على نفس المساحة عايزين يعرفوا يفرشوها ازاي، يبقوا متخيلين المساحة معاهم ازاي. كالعادة اول ما بندخل باب شقتها بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم امين. مبدئيا كده سامحوني على صوتي، غصب عني والله، وحقيقي نفسي انزل لكم كل الشغل المتاخر اللي انا ما نزلتوش الفتره اللي فاتت. زي ما انتم شايفين دخلنا من الريسبشن، موجود معانا السفره، والجزء ده موجود فيه الركنه ومكتبه للشاشه بالشكل ده. هنا كده معمولين تجديد خشب وبيتعلق عليها الشاشه دي، بس للاسف كانت الشاشه هي اللي لسه ما اتعلقتش. بالنسبه لترابيزه الشاشه وزعنا عليها الانتيكات، وهنا الركنه بتاعتها على شكل حرف ال من لون الرمادي، وداخل معاه ماتشنج كده باللون الكشمير. فهم حابين ان اللون يكون عملي اكتر والكشمير يدي روح وبهجه ودفى للمكان. اما بالنسبه للسفره فهي كانت باللون الكشمير مع اللون الكافيه، وكانت لايقه جدا جدا مع الريسبشن كامل. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. وعاوزه انوه ان عروستنا النهارده بنوته وحيده، يعني بنت وحيده على اخوات ولاد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ان شكل النيش ده اللي بيكون ضرفتين ال 120 او 130، ده بيكون حجمه. ما شاء الله اللهم بارك. عاملين فيه الليد بيفرق جدا جدا في شكل الحاجه اللي موجوده في النيش. حاطط لها الطقم الصيني كامل في رف كده بالشكل ده، بحيث ان انا اقدر الم كل حاجتها. زي ما انتم شايفين هنا الطقم الصيني، وفوقه حطيت الطقم شاي والجاتو اللي مطعم باللونين، اللون الابيض والاسود، وكان مطعم بشغل الجولد الرقيق الذهبي الجميل ده. ودخلت جنبه كده طقم كاسات. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اما الرف اللي بعده اعتمدت فيه الكريستال واطقم الخشاف، لان عايزه اقول لكم كانت دي اكتر عروسه اشوف عندها اطقم خشاف. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حطيت الكريستال في النص، وحطيت طقمين تانيين كده في الجوانب ودخلت معاهم كاسات. اما الرف الاولاني من فوق خالص حطيت فيه الطقم شربات والكاسات، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده وزعتهم بالطريقه دي. اتمنى يكون كل شيء واضح، واتمنى يكون رصتي في شقه عروستنا النهارده عجباكم. كده بالنسبه للنيش اللي مع السفره كده خلص بكل تفاصيله. ده شكله من بره. ندخل بقى على الطرقه. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. دايما شقق الاسكان عموما بيكون فيها طرقه التوزيع منفصله عن الريسبشن بره. ندخل اول حاجه يمنا بتكون موجوده المطبخ. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حلو ان هم عملوه باللون الفاتح، بيوسع في المكان كده ويدي بهجه في المكان بصراحه. ما بحبش المطابخ الغامقه في المساحات المحدوده. هو المطبخ الى حد ما مساحته معقوله، فما بيكون فاتح بيبقى شكله اجمل واحسن بكتير. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ده شكل المطبخ من بره. هنا كده حطيت لها طقم اطقم الشاي والقهوه وطقم المشروبات. وهنا الميكرويف لسه هيتعمل له رف معلق، مش هيتساب بالشكل ده، بحيث ان يبقى بعيد عن الميه. اما الجزء اللي حطيت لها فيه الاجهزه الكهربائيه الاساسيه، هي خلاط والمضرب، دول اساسيات هما اللي معاها حطيتهم لها هنا. ومعاهم الطقم الاستانلس. طبعا انا مش معايا وحدات اصلا تحت، لان اللي تحت الحوض بلاستيك. وهنا الادراج متعارف عليها للرفايع. الادراج اللي بتكون مش عميقه، الادراج العميقه بتكون للحلل. الدرج ده استخدمناه في كده في علب التوابل والحاجات اللي زي كده. والدرج الاخير ده استخدمناه لعلب التلاجة والحاجات اللي ممكن تستخدمها في حفظ الطعام وكده. عايزه اقول لكم ان الكوبايات دي مكانها يتحط في الرشاقه، بس الرشاقه للاسف ما كانتش اتعلقت. وعندي رف هنا كان محتاج ان هو يتظبط، ورف كمان يتزود. يعني الرف ده كان جاي بميلان شويه، بيبقى خطأ في التركيب بس. هو بس المصمم يجي بس يشيله، وانا قلت لها يزودوا رف كمان عشان باقي كوباياتها كمان تتحط. لكن كان صعب ان احنا نحط عليه، ولا قدر الله كوبايات تقع. انا ما بحبش اشتغل الا شغل المظبوط. هنا المكان ده كان ناقص فيه الرشاقه، كان المقاس بتاعها مش مظبوط، فهم كان على ما تيجي كان لسه الطقم ده بس فقط الا يتحط. طبعا تحت الحوض بنحط المنظفات واطباق الغسيل بقى والحاجات اللي زي كده. وما كانش معايا غير الوحده دي، حطيت في رف منهم الطاسات بالشكل ده، كل الطاسات مع بعض، والرف التاني الصواني. المطبخ ده هيثبت قد ايه ان كل حاجه العرايس بتتحط، بس احنا نقدر ان احنا نستغل المساحات صح. هما هنا كانوا عاملين زي وحده نيش كبيره كده بزجاج من بره. فانا قلت لها ده بالنسبه لي اقرب وحده للبوتاجاز، فانا محتاجه هي مكانها، هو ده المكان اللي هم محددينه ليها في التصميم.
فكان بالنسبه لي اهم حاجه ليها طقم السيراميك والجرانيت دول اللي هي تستخدمهم في البدايه عشان سهل الغسيل للعرايس وكده. فوق منهم حطينا طقم العشاء القمر ده، ان برضو يبقى معانا رف لو عايزه اطباق تاني. وهنا استغلينا الرف ده في اكتر من حاجه، في الطواجن البايركس وطقم السمك وطقم الشوربه، واللي فوق دي كل استندات الشوربه والمجات والحاجات اللي هي تكون طبق وفنجان او كده، بحيث يبقى شكلها زي النيش وفي نفس الوقت شكلها منظم وجميل ومريح للعين، ويبقى احنا استغلينا كل المساحات. هنا كده الجزء بتاع المطبخ كامل خلص. اللي طبعا المطبخ من فوق خالص كان فيه الحاجات الزياده والبولات الزياده وحاجات ازاز زياده ما كانش ليها مكان من تحت ومش هتستخدمها دلوقتي. ندخل على تاني حاجه وهي معانا الصالون. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صالون لونه مميز جدا جدا وكل تفاصيله كانت راقيه وجميله جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والالوان بتاعته حلوه قوي، والستاير كان ماتشنج الالوان حلو حلو، ان هم مش جايبين نفس الدرجه بالظبط، لا تحسوا ان في تدريج لون كده، فتحسوا ان العين شايفه درجات لون مريحه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. 2 كنبه و2 كرسي فوتيه والترابيزه المدوره دي، والطقطقه كان لسه ناقصهم بس اللي هي شياله الكحك والشمعدان او حاجه هتتحط على الطقطقه. طبعا اغلب العرايس في ناس بتبقى بيجيبوا الانتيكات بعد الفرش عشان يشوفوا كل مكان محتاج ايه، وفي عرايس تانية بتجيب كل حاجه وبتبقى عامله حساب كل حاجه، في عرايس بتبقى تنسى اصلا حاجات، فده وارد ان هو يحصل في كل شقه عروسه. كده غرفه الصالون معانا خلصت. ندخل بقى على غرفة الأطفال. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هي هنا الغرفة إلى حد ما عشان هما ما شاء الله جايبين الغرفة كاملة بالتسريحة الكبيرة بالدولاب الكبير بالاتنين السرير المتر 20، فتحسوا إن الغرفة مزدحمة، لكن هي مش مزدحمة إطلاقا، بالعكس هي والله الغرفة كويسة جدا. هي بس مكان التلاجة، لأن مكان التلاجة ما كانش فيه ليها مكان في المطبخ فاتحطت في الغرفة، فأنا اقترحت عليهم إن هي تتحط هنا مكان التسريحة، والتسريحة اللي تتحط مكان التلاجة في الجزء ده، بحيث ان التلاجة تبقى هنا ما يعني في الزاويه دي وتتفتح، تبقى افضل بكتير من ان هي الباب ما يفتحش اصلا في الجزئيه دي. الممر صغير جدا واللي يعدي صغير جدا، لكن التسريحه العمق بتاعها كان اصغر من عمق التلاجة. وان شاء الله قالوا لي هيعملوا كده، بس طبعا محتاجين راجل يقدر يشيل التلاجة لان احنا على الله حكايتنا خالص. فان شاء الله هم اكيد بدلوا الموضوع ده. عشان الناس اللي هتعلق على النقطه دي عايزه اقول لكم ان انا بحكي لكم كل تفاصيل اليوم حرفيا يعني. هنا ده شكل الدولاب الاطفال. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حجمه كويس جدا جدا من جوه، واخد معانا فرش العروسه كله، وما شاء الله هي كان عندها الملايات كتير. خدت لها كده المشجر على الجنب الشمال من الرف اللي فوق، والمطرز بتدريج اللون بقى بتاعهم من الموف للاصفر، كان رائع قوي بجد، كنت مبسوطه قوي بالرصه دي. وهنا حطيت لها جزء من الفوط بالشكل ده، وما بين الاطقم بتاعه السراير اللي احنا درجناهم دول والمشجرين حطيت لها دفايتين كده في النص. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها اللهم امين. عايزه اقول لكم ان كانت العروسه معانا في فصل حرفيا هي ومامتها، ربنا يا رب يبارك لهم، لان هي طبعا بنوته وحيده وهي ومامتها بس، فربنا يا رب يرزقها ان شاء الله ببنوتات يبقوا اخواتها ويبقوا حبايبها كده ان شاء الله. الجزء التاني من الدولاب كملت فيه باقي المفروشات. الرف اللي فوق ده معايا ما شاء الله لقيته واسع، فاخد معايا اللحافين الاطفال الكبار، واخد معايا الدفايات كمان، ودخلت معاهم بقى ماتشنج كده الورق الاخضر ده مع الورد، يعني عطي روح للدولاب كده جميله قوي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنا كده كوفرتيات والبطاطين واللحاف الكبير، ومن تحت هنا برضو كوفرتيات اطفال، وهنا باقي الفوط بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها اللهم امين. ده شكل الضرفه كامله كده مع بعض. ما تنسوش رايكم بيهمني، حتى لو انا واثقه في شغلي وواثقه في الحاجه اللي بقدمها، اكيد ان احنا مش هنعيش من غير ما ندعم بعض. بنحب دايما ان احنا نسمع كلام حلو، بنحب دايما نسمع كلمه تشجيعيه، بنحب دايما كلمه الله جميل تسلم ايدك. الكلام ده بيشجع جامد، بيخلي الواحد عايز يقدم الاحسن والاحسن، ويوريكم كل الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها في كل شقق العرايس. ده شكل الحمام. هو بيكون متسلم كده يا جماعه على فكره بنفس السيراميك بنفس الكابينه شاور في سكن مصر. ده للحلم للناس اللي عايزه تقدم في الشقق دي للشباب او كده. اما هنا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك غرفه النوم، وهي اوسع غرفه اللهم بارك. هما قسموها بالشكل ده. طبعا الشباك اللي ورا بيكون الموتيل جرار، فعادي ان هما يحطوا سرير عادي كده كده الشباك هيفتح. اما هنا ده شكل التسريحه. وزعنا كده بعض البرفيوم من بره. هنا ما تنسوش بقى تعملوا لي باي باي، تحطوا لي لايك. عايزه اقول لكم انا كنت لابسه البلطو لان كان الجو شتوي اصلا في الشقه دي، في التوقيت اللي انا اشتغلت فيها الشقه دي ما كانش الجو حر زي اليومين دول.
وهنا كده الملايات بتاعت السرير كبير ما شاء الله، الرف الكبير اخدهم يعني عددهم كبير بسم الله ما شاء الله، وعرفت ان انا اقسمهم. وهنا اللبس الشتوي بتاعها، وهنا علقت لها اللبس الخروج. والناحية التانية طبعا فيها جزء للعريس وفيها جزء لللبس الصيفي بتاعها وفوط الاستخدام بتاعتها. هنا طبعا رف العريس، وهنا فوط الاستخدام، ومن تحت كده لحاف، ودول كده كورسات والشنط بتاعة الخروج. طبعا اللبس الخاص مش بنصوره. كده تفاصيل الغرفة، السرير وجنبه الاتنين كومود. اتمنى ان شاء الله تكون شقة عروستنا النهارده عجبكم. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. انتظروني فيديو جديد، مع السلامة.